في ناس ما بتخافش مش لأنهم أقوياء، لكن لأنهم عرفوا السر اللي بيخلي أي حد يفكر مليون مرة قبل ما يستغلهم. والسر ده بتدرسه أجهزة المخابرات من سنين. هل عمرك حسيت إنك ضعيف؟ إنك اتظلمت وسكت؟ حد دايس على كرامتك وإنت معرفتش ترد؟ اللي أصعب من الضعف هو إنك تبقى عارف إنك اتظلمت بس تحس إنك مش قادر تواجه، مش قادر تعترض، مش قادر حتى تعبر. في ناس بيعيشوا عمرهم ضحايا للخوف، للناس، للماضي، وحتى لأنفسهم. لكن في نوع تاني من الناس، ناس كانوا زيك تماما لكنهم فجأة اتغيروا، بقوا مرعبين، بس مش بالعنف، بالحضور، بالهيبة، بالطريقة اللي بيقفوا بيها ويقولوا كلمة لأ. النهاردة هحكي لك قصة التحول اللي الناس بتدفع ملايين علشان توصل له. قصة من الضحية للصياد، والأهم هكشف لك السر اللي المخابرات بتدرسه لضباطها علشان يتحكموا في أقوى العقول. وسر بسيط جدا لكن مفعوله ساحق. احكي لك على آدم، طالب جامعي عادي، هادي، ساكت، طيب، ودايما بيتقال عنه ما بيكسرش كلمة لحد. كان بيضحك على أي حاجة حتى لو جوه قلبه نار. أصحابه بيستغلوه، بياخدوا منه اللي هم عايزينه، ولما يطلب حاجة بسيطة يتهربوا منه. كل يوم بيرجع بيته محطم، مش من الدراسة لكن من الإحساس بالانكسار. وفي يوم حصلت لحظة كسرت كل حاجة. واحد من اللي بيسميهم أصحابه سخر منه قدام الكل بطريقة تخلت وشه يتحرق من الإهانة. رجع آدم البيت، وقف قدام المراية وقال كلمة لأول مرة في حياته: أنا مش كده، وأنا مش هفضل كده. ومن هنا بدأت الرحلة. الفصل الأول: عقل الضحية. في علم النفس في حاجة اسمها عقل الضحية، Victim Mentality. ده مش مجرد شعور، ده برنامج كامل بيشتغل جوه مخك وبيتحكم في كل ردود أفعالك. أعراضه دايما تبرر للناس اللي أذوك تحس إنك قليل وإنك المفروض تسكت، تخاف تعبر عن رأيك علشان ما تخسرش حد، بتفضل تتألم بصمت وتحس إن ده طبيعي. لكن الحقيقة إن عقل الضحية بيتبرمج من الطفولة. لو اتربيت في بيئة فيها تخويف أو تقليل أو نقد مستمر، مخك بيتعلم إن النجاة جشع السكوت، وإن الأمان يشرس عدم المواجهة. بس في خبر صادم: المخابرات بتستخدم النوع ده من العقل في تفكيك الشخصيات تحت التحقيق. عارف بيعملوا إيه؟ بيخلوا الضحية يصدق إنه ضعيف وإنه ملوش قيمة، ولما يقتنع بده بيسهل السيطرة عليه. فكر فيها، كم مرة تسكت علشان ما تزعلش؟ كم مرة ضحيت بنفسك علشان ترضي اللي حواليك؟ لو كنت كده فأنت لسه جوه قفص الضحية. لكن الفصل الثاني: السر النفسي اللي بتدرسه المخابرات. هنا تبدأ المفاجأة. في تدريبات الضباط في أجهزة الاستخبارات بيتعلموا حاجة اسمها Presence Based Authority، أو الهيبة المبنية على الحضور. دي مش هيبة شكل، دي هيبة نفسية بتتكون من 3 حاجات. الأولى تحكم كامل في لغة الجسد، الثانية نبرة صوت ثابتة وواضحة، الثالثة قدرة على قول لا بدون تبرير. الناس العاديين بيفكروا إن اللي بيصرخ أو يتخانق هو القوي، لكن العكس تماما. القوة الحقيقية إنك تبقى ساكت بس حضورك يرعب، إنك تبص للشخص بطريقة تخليه يراجع نفسه. المخابرات بتدرس ده باستخدام تدريبات صارمة على الثبات الانفعالي، التحكم في تعبيرات الوجه، السيطرة على المساحة النفسية. وفيه سر بسيط لكن مدمر: أقوى طريقة تخلي اللي قدامك يخاف منك هي إنك ما تخافش من إنه يسيبك. لو فهمت الجملة دي حياتك هتتغير تماما. الفصل الثالث: خطوات التحول من الضحية للشخص المرعب. نرجع لآدم. بعد اللي حصل قرر يشتغل على نفسه. 1. مسح كل علاقاته السامة، ما استناش تفسير، ما عملش دراما، بس بهدوء قطع كل شخص كان بيقلل منه. 2. بدأ يقرأ كتب عن قوة الشخصية، وأولها الذكاء العاطفي Emotional Intelligence، قوة الصمت The Power of Silence. 3. اتعلم يقول لا حتى لو توتر. في البداية كان بيتمرن قدام المراية: لا، مش مناسبني، مش مرتاح، شكرا. 4. بدأ يدخل الجيم، مش علشان الشكل لكن علشان يحس بالسيطرة على جسمه. 5. غير نبرة صوته، بطل السرعة، بطل الضحك العصبي، بدأ يتكلم ببطء وثقة. 6. بقى بيسيب مساحات صمت في كلامه، عارف إن اللي بيسيطر على الصمت هو اللي بيسيطر على الحوار كله. وفي خلال 6 شهور الناس بدأت تسأل إيه اللي حصل له؟ ده مش نفس الشخص؟ بيخوف بس من غير ما يعمل حاجة. الفصل الرابع: اللحظة اللي كل حاجة اتغيرت فيها. آدم كان ماشي في الكلية ولقى الشخص اللي سخر منه زمان جاي يكلمه، لكن المرة دي آدم وقف ثابت، نظرة واحدة بدون أي انفعال، وقال له: أنا مش الشخص اللي كنت تعرفه، لو في حاجة مهمة قولها، لو لأ يبقى الطريق قدامك. الشخص اتفاجئ وشاف في عينه خوف مش مفهوم. الهيبة اتبنت مش بصوت عالي لكن بمخ قدر نفسه وقال: كفاية. الفصل الخامس: انت تقدر تعمل كده ازاي؟ لو عايز تطلع من عقلية الضحية وتبني الشخصية القوية الهادية المرعبة اللي بتحترم نفسها، ابدأ من النهاردة بالخطوات دي. 1.
اكتب أسماء كل الأشخاص اللي بتحس إنك بتسكت علشانهم. 2. اسأل نفسك ليه؟ 3. تعلم تقول لا. 4. اقعد كل يوم 10 دقايق في صمت تام وتدرب على السيطرة على تعبيرات وشك. 5. راقب الناس اللي ليهم هيبة، مش عشان تقلدهم لكن عشان تفهم. وأهم سؤال تسأله لنفسك كل يوم: هل أنا بعيش على طبيعتي ولا عايش علشان الناس ما تكرهنيش؟ الناس ما بترهبش اللي بيصرخ، الناس بترهب اللي هادي واثق ثابت. الناس ما بتخافش من الغضب لكن بتخاف من اللي ما بيحتاجش يبرر وجوده. انت تستحق تكون الشخص اللي ما حدش يقدر يستغله، الشخص اللي حضوره يرعب مش علشان بيهدد لكن لأنه يعرف نفسه ويعرف قيمته. ما تستناش حد يحترمك، ابدأ انت تحترم نفسك. لو الفيديو ده لمسك او حسيت انه فتح عندك حاجة، شارك القصة اللي غيرتك او اللحظة اللي قررت فيها توقف انك تكون ضحية، واكتب لي في الكومنت: انا بدأت اكون الشخص اللي محدش يقدر يستغله. ما تنساش تعمل لايك وتشترك لان الجايات اقوى واللي جاي هيغيرك.